أنا اسمي أسماء كوبيتي. أنا أخدت بروجرام المنتور في 2020. أنا الكورس ده الحقيقة هو بالنسبة لي مش مجرد كورس، هو بروجرام أو ممكن نقول عليه نقطة تحويلية في حياتي كلها. البرنامج ده كان مدته 17 أسبوع، 17 أسبوع ب 17 فيديو ب 17 هومورك. بس الحقيقة هو اللي حصل في ال 17 أسبوع دول كانوا كتير قوي. أنا زمان كنت بفصل دايما حياتي الشخصية عن حياة الشغل أو الكارير بتاعي. في البروجرام ده اتعلمت إن أنا إزاي أحط الاتنين مع بعض وهما يبقوا aligned، يعني مش متفارقين أو إن هما كل واحد ليه جول مختلف. بمعنى أصح إن هو يبقى فيه انتجريشن ما بين الحياة الشخصية والحياة العملية. اكتر حاجه في الكورس ده كانت عجباني حاجتين. اول حاجه موضوع الريفليكشن، يعني موضوع الريفليكشن ده كان بالنسبه لي برضو حاجه جوهريه. الريفليكشن ممكن كنا بنعمله قبل كده، بس يعني عايزه اقول بطريقه مش عميقه. لكن انا في البروجرام ده اتعلمت ان هو الريفليكشن، يعني ان انا ازاي احط ايدي على المشكله وازاي اعرف ان انا اعمل لها تراك علشان اوصل للحل. دي اول حاجه. تاني حاجه في البرنامج ده ان هو كان عباره عن فيديوز، فالفيديوز دي ممكن ارجع لها في اي وقت، وده اللي حصل فعلا. وانا براجع الخطه السنويه بتاعتي رجعت لبعض الفيديوهات عشان كنت محتاجه اتاكد على حاجات. في نقطه تانية مهمه جدا في الكورس ده ان هو الفولو اب بتاعه. هو الفولو اب بتاعه مش بس مجرد ان احنا لو محتاجين حاجه بنسال عليها، لا، هو اللي بيحصل ان ممكن يبقى الفولو اب ده في شكل مثلا ريتريت، في شكل بروجرام تاني بيبقى بيحصل فيه ان هو زي بنشوف ايه البوينتس اللي احنا واقفين فيها او بنستراجل فيها، او تشالنجز مثلا بتقابلنا، وبنبتدي ان احنا نشتغل عليها واحده واحده. اكتر حاجه اثرت فيا بالنسبه لايمان ان هي شغاله فعلا من قلبها، يعني هي ده اللي ينطبق عليها اللي هي she works with passion. بس يعني مش قادره اقول اكتر من كده، لان هي فعلا كل حاجه طالعه من القلب فبتوصل لنا على طول. انا معرفتي بايمان رفعت الحقيقه ابتدت قبل ما اشوفها، لان انا قريت القصه قبل ما اتعرف عليها. بعد ما قريت القصه يعني حسيت ان هي فيها عمق لمسني كده. مش عارفه، انا يعني عمري ما كنت بعدت عن القرايه شويه، بس القصه دي شويه رجعتني كده لطريق القرايه. بعد كده عرفت ان هي عندها صفحه، ابتديت ادخل عليها، اكتشفت ان في ناس صحابي كتير عندها يعني في الكوميونتي بتاعه البوليت. بعد كده بقى يعني كان حظي حلو ان انا اخدت البروجرام اللي هو البوليت في نوفمبر 2019. وبس دي كانت البدايه. وبعد كده تقريبا خدت كل الحاجات، يعني بوليت 2019، بعد كده بوليت جورنال ديسمبر 2019، بعد كده المنتور 2020، بعد كده تيربو برين، وتقريبا بعد كده بقى كملت كل البروجرامز بتاعت ايمان. المحتوى بتاع منتور تو ترو سكسس هو دسم جدا. زي ما انا كنت بقول ان هو 17 فيديو. هو الحقيقه هي رحله من الاول كده بنبتدي معنى النجاح الحقيقي وليه انا عايزه النجاح ده. الرحله بعد كده بتاخدنا بقى ايه اللي هي البيئه المحيطه بينا، ازاي بتاثر علينا، وانا دوري ايه فيها. بعد كده بنتعرف على حاجه جديده اسمها الرساله الشخصيه، معناها وازاي بنعملها. وقدام طول ما احنا ماشيين بنتعرف بقى ازاي بنعمل الجولز بتاعتنا، سواء اذا كانت ربع سنويه او شهريه. وطبعا في كل دول في اللي هو الريفليكشن اللي احنا بنعمله سواء كل شهر او سواء كل كوارتر او سواء كل سنه، اللي بينعكس عليه بعد كده ان انا بعمل ابديت. ممكن اعمل ابديت للرساله الشخصيه بتاعتي، بعمل ابديت للجولز بتاعت السنه الجديده، وهكذا. كمان برضو عايزه اقول ان في الرحله ديت اتعلمت حاجات كتير، يعني في عادات انا اكتسبتها، يعني مثلا زي المديتيشن، الرياضه، القرايه بصفه منتظمه وبصفه مور افكتيف، يعني اكثر تاثيرا، يعني لان انا كنت بحتاج ان انا اذاكر الحاجات اللي هي بناخدها في الكورس. كمان عايزه اقول ان من ضمن الحاجات المهمه جدا في الكورس ده ان في الكورس ده ايمان بتقول الريكومنديشن لكتب قيمه جدا بتاثر في تفكيرنا. يعني في كتب كتيره جدا. انا كنت بعد كل فيديو، انا فاكره كويس
كويس ان انا كنت بكتب اسامي الكتب دي، وكان في كتب بعضها انا قريتها، مثلا اللي هو ويل باور وفوكس وجريت، دول 3 كتب دول كانوا اقوياء جدا. بعد ما خلصنا الكورس الحقيقه احنا كان زي في فيدباك كده، قلنا الايمان ان احنا محتاجين في كتب كده الموست كومن ما بيننا كلنا ان احنا محتاجين نتعرف عليها اكتر. فكانت المفاجاه ان ايمان حاططها لنا ك يعني محتوى موجود مع الفيديوهات. يعني بعد كده يعني انا الفيديو الاساسي عندي، وبعد كده هي عامله تلخيص للكتاب ده في نفس الكورس. فانا بس مش عندي الكورس ده، انا عندي كمان تلخيص الكتاب. فدي بصراحه كانت حاجه ممتازه جدا 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 يعني، وعجبتني قوي.